إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم أناشد المرأة أن تسعد بدينها وأن تفرح بفضل الله عليها وأن تستبشر بما عندها من نعم. إن هذه النعم محيطة بنا من كل جانب ونحن في غفلة عنها. اليوم غادي نتكلم على سبب واحد، وهو سبب بكاء الأطفال أو الدراري الصغار، بكاء مستمر وأمهاتهم لا يعرفون السبب. كل وحدة شنو تتقول: ولدي تيبكي، راه مريض، خصني نديه للطبيب. مع أن الأطفال ما عندهم والو. صحيح مرات تقول نديه عند الراقي، مرات تقول العين. باش بغيت نشارك معكم هذا السبب الرئيسي، لأني عشت هذه التجربة كما هي. كان ولد جارتي عنده عام ونص، مسكين دايما تيبكي، ومع بنات اليوم عندهم الدنيا هانية. طفل تيبكي ويا إن طلعت عندها وقلت: حرام عليك تخلي هاد الطفل تيبكي، راكي انت اللي مبكياه وانت اللي مرضاه. قلت لها: تبقاي تجمعي لي كوش ديال ولدك، ما تخليوهش مرميين في الطرقان وفي الزبالة، والكلاب ضالة تتنهش فيهم نهش. فسمعت الكلام. يوم بعد يوم الرضيع سكت وكف عن البكاء. خصكم ما تبقاوش ترميوه لي كوش ديال وليداتكم في الزبل، ديروه في شي سطل محكم ومغلق وديوه لبلاصة الزبل، ما تخليوهش في الطرقات. لاحظوا أن الزبالة عامرة بلي كوش والكلاب تتنهش فيها، والدراري تيبقاو يبكيو مساكن متينعسوش. الله يخليكم إلا ما تجمعوا لي كوش ديال وليداتكم أماكن محكمة ورميوها في سطل الزبل الكبير.